مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله تكونوا بألف خير وتدوموا بخير. ربي يسعدكم ويوفقكم وينال مراد قلبكم. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد. طبعا اليوم لا في طبخة ولا في تنظيف ولا في تعزيل. اليوم حابة أخذكم معي مشوار كتير حلو. أنا كتير بحبه بصراحة، يعني هذا سنة مرة يعني بيصير عنا. حبيت اليوم أخذ أولاد مشوار، وكمان مشوار ليلي، يعني كل العائلة طالعين السوا. بتعرفوا هالأسبوعين عنا عطلة المدارس، فإجباري بدنا نستغل الوقت ونطلع مشاويرنا. بصراحة صارنا كذا يوم لا طلعنا ولا فتنا. كنت استقبل الضيوف، بس اليوم ما كان عنا شي، والحمد لله كنا يعني فاضيين، ونفس الوقت منزلين ألعاب أو الملاهي. ف يعني هاي بالسنة مرة بينزلوا عنا. طبعا بكل ألمانيا هي السنة مرة بينزلوها. بكل المقاطعات موجودة وبكل المدن موجودة هي، بس انه في مدن بينزلوا كل شيء، وفي مدن بينزلوا كذا لعبة بس عنا هون بينزلوا كل الألعاب. عن جد مشوار كتير حلو. بحسه هاد أكتر مشوار بنبسط فيه، مو بس للولاد، حتى نحنا الكبار بنحبه. فاكتبوا لي بتعليقات صبايا، انتوا كمان بتحبوا هيك مشاوير ولا لا؟ يعني انا بالنسبة لي كتير بحب، لاني مو بس بطالع ولاد بالالعاب، انا بحد ذاتي بطلع بالالعاب وبنبسط كتير كتير. هلا بورجيكم انه لعبة اكتر شي طلعنا. بصراحة كان عالم كتيرة، لأنه المساويات ساعة 5-6 أغلبية الناس بيجوا. هلأ في ناس بيكونوا بالدوام، فأغلبية العالم اللي بالدوام بالوظيفة كلياتهم بيرجعوا على الساعة 4-5. بيطالعوا الأولاد، العيلة كلها بتطلع. فهون كان تقريبا ساعة 6، وهو كان قريب على بيتي، يعني ما كان كتير بعيد، شي 15-20 دقيقة بالمشي. وجو كان حلو كتير. طبعا من تفوتوا على بين الألعاب عن جد شعور غير. تشوفوا هالعالم وتشوفوا يعني حتى هون شفت رفقاتي هون عالم كتير هون. لأنه كل العالم تستنى هذا اليوم لحتى يطلعوا. فحبيت هيك صور لكم هذا الفيديو، وهذا الروتين اللي بالعادة بنطلع فيه بالسنة مرة. هو بيضل تقريبا أسبوع هيك شي، تقريبا بيخلوه أو أسبوعين، يعني بيضل هذا ألعاب موجودة. عن جد الأضوية لحالها، ومشغلين موسيقى، الصوت ما بتسمعوا، يعني إذا كنت ما مكتمة صوت عن جد كنتوا رح تنصرعوا من الصوت. فكتمت الصوت، قلت خليني أحكي أحسن لي. أصلا يعني ما فيني خلي صوت مفتوح. أول شي بيجوز يجي حذر على الفيديو لأنه فيه موسيقى، وحتى الصوت بيكون مزعج كتير. يعني إذا واحد كان بين الصوت بين الناس فشوي أهون، بس إنه يكون على الموبايل وأنتوا عم تسمعوا الصوت فبيكون كتير مزعج الصوت. فشوفوا هون صباي، هاي أكتر لعبة ما بحبها، عن جد بكرهها، يعني ما بحبها أبدا، خاصة بعد ما شفت الفيديو اللي بتخرب اللعبة أو بتنكسر وبيوقعوا عالم منه. فعن جد عندي رعب من غير شي، من فوق عندي فوبيا بصراحة، عندي فوبيا من المرتفعات وهيك ألعاب. فما بحب هدول اللي بيرتفعوا كتير، أو عن جد يعني عندي فوبيا منهم. أنا بشكل عام عندي المرتفعات بفقد فيها توازن، ما بتوازن فيه أبدا، عن جد كتير بخاف. ويعني بحسه مثل الرعب بالنسبة لإلي، بيتوقف قلبي إذا طلعت بهاي اللعبة. سبحان الله، يعني بحس قبل ما أطلع رح يتوقف قلبي. فأنا من الناس اللي ما بحب هاي الألعاب اللي بتطلع لفوق ترتفع، أبدا ما بحبها، وبحس يعني بدوخة كمان، فما بحسن. هاي اللعبة اللي أكتر شي صرفنا فيها، فلسنا لأبو أحمد، وعن جد يعني لا أنا ولا أولاد ما نزلنا من هدول سيارات. عن جد أكتر اللعبة بحبها هي هدول السيارات، هيك بتاخدوا راحتكم تلعبوا عالم كتيرة، يعني عن جد واحد بينبسط، والله بينبسط كتير كتير. كل العيلة نحن كلياتنا طلعنا، أبو أحمد مع الولاد وأنا مع الولاد، وكان عم نبدل الأدوار. مثلا أحمد بيطلع مع أبو أحمد، ونورسين بتطلع معي، وأوقات بنطالع شيرين، أوقات بنطالع محمد. فمحمد كان دائما مستلم،
فبآخر شي أنا صرت بدل بين أولاد معي، لأنه أنا أكتر وحدة بيناتهم بحب هاي اللعبة. بحس حالي هيك عم سوق السيارة عن جد. ما تستغربوا عن جد، يعني واحد اللي ما سايق سيارة ولا بيعرف يسوق، فأحسن شي يجي على هدول الألعاب، يعني كتير بنبسط فيه. والله كتير كتير انبسطت بهاي اللعبة عن جد. يعني أغلبية الكروت اللي اشتريناه كانت من هاي تبعية السيارات، وعالم كتيرة وزحمة، يعني زحمة مو طبيعية. كل ما كانت مساويات كل ما بتيجي عالم أكتر. وعلى الحظنا الحمد لله كان جو كتير حلو. يعني رحنا على الساعة 6 بس كان الجو كتير حلو، لا برد ولا شوب، يعني بتعرفوا هلأ صار بين الشتوية يعني، بس الجو كان حلو كتير بصراحة يعني. بس قبل ما نيجي على البيت تقريبا جينا على ساعة 8، يعني رجعنا على البيت على ساعة 8، بس بوقتها كان هيك شوي، يعني شوي خفيفة زخات المطر. بس أول ما رحنا الساعة 6 كان جو بيجنن كتير، كان حلو. فانبسطنا كتير كتير بهاي اللعبة. أنا لو يعطوني كرت مفتوح صدقوني ما بنزل من السيارة أبدا. بس الكرت ما في، يعني هو كل 6 كروتة أو 3 كروتة ب10 يورو بعتقد. يعني لعائلتي أقل شي بنصرف 100 يورو بهدول الألعاب كلياتهم، لأنه بتعرفوا أولاد، وبعدين بالسنة مرة، يعني مو دايما بنطلع فيه، يعني ما بنيجي على الألعاب كتير. يعني باخدهم على الحديقة بس إنه هيك ألعاب بنزلوها سنة مرة، وحرام خليهم هيك ينبسطوا، يعني إنه كلها مرة واحدة. فعن جد الجو حلو، ألعاب بيجننوا. بس إنه صرفنا كتير بهاي اللعبة. يعني بدكم كرت مفتوح، لأنه بس جيتوا على هدول الألعاب ما عاد فيكم تخلصوا من لسان أولاد، لأنه كل شوي بلعبة، كل ما يشوفوا لعبة وبدهم يطلعوا فيها. وكل لعبة أقل شي بدها تاخد معكم 3 يورو أو 5 يورو لكل طفل. فما شاء الله بارك، نحن 6 وكلياتنا بنحب الألعاب، فلسنا من ورا هدول الألعاب. بس الحمد لله انبسطنا كتير. هو أهم شي واحد ينبسط، ما يعني آخر شيء إنه هو، يعني هو أسهل شيء إنه ندفع له، مو مشكلة، بس إنه هيك واحد بينبسط بيغير جو. والله كان عالم كتير كتير يعني لاجئين. بعرف يعني كنت متأكدة إنه في مثلي كتير عالم، لأنه كل حدا بيكون مستني هذا يوم بالسنة لحتى ينزلوا الألعاب ويطلعوا مع العيلة. أغلبيتهم كلياتهم بيجوا مع العيلة تبعيتهم، يعني ما في حدا لحاله، لأنه كل العائلة يعني بيستنوا هذا الجو، هدول الألعاب اللي يطلعوا. فيوم عيلة ومنغير الجو وبيتغير الروتين لحتى هيك نتنشط الأيام اللي بعدها. فهون كنت عم سوق، شايفيني قديش صايرة هيك عم سوق وبعرف سوق، وما خلينا حدا بحاله. وهون كان طبعا محمد معي قاعد، فعن جد ايد ماسكة بمحمد وايد عم بسوق فيها. فعن جد والله كتير كتير انبسطنا. هلأ في عالم ما كتير بحبه، بيروحوا مشان أولاد، بس نحنا كلياتنا أشياء لفة كلياتنا بنحب الألعاب. فهون أنا صح كنت عم سوق، وزوجي كمان أخذ سيارة عم بيسوق، فهون تحكمنا يعني ببعضنا، تحكمنا ببعضنا بهذا الألعاب كلياتهم، هو يسوق من هون وأنا من هون. كيفنا والله كتير انبسطنا، يعني بحسها يوم غير، يعني بيوم استثنائي هاد لإلي. وهون الله لا يرويكم صبايا، عن جد رعب، ولا بعمري شايفة هيك شي. أنا قلت لكم عندي فوبيا من المرتفعات، وعندي فوبيا من اللي بيدوروا كتير الألعاب. فأول ما طلعت باللعبة قلت يعني شي إنه صغير يعني للولاد، بس إنه ما بحسن طالعة نورسين لحالها. أصرت إنه تطلع بهاي اللعبة، بس هي لحالها ما رح تحسن. خفت إنه تدوخ أو تخاف، يعني شوي بترتفع. بس بعد ما طلعت باللعبة عن جد رعب ولا أرعب من هيك، والله كتير كتير. يعني خفت كتير إنه من دوخة، وكل شوي بغطي راسي من ورا ظهر نورسين، وهي تصرخ، هي وتصرخ وأنا غطي راسي من كتر ما إنه حسيت بالدوخة. هون عن جد السرعة صارت يسرعوها كتير،
والخوف بتحسوا حالكم طايرين. أنا بهيك ألعاب بحس إني بدي أوقع أو بدي أفقد توازني، أو ما بعرف شو شعوري اللي بيجيكم، بتحسوا إنكم لا سمح الله بدكم توقعوا أو تموتوا، يعني لدرجة إنه كتير بخاف. يعني كان لسه في كرت تاني بس لشخص، كنا مشترين 3 كروتة، هن كان بيجوا مع بعض 3 كروتة. أول كارتين أنا ونورسين طلعنا، دلت كرت واحد، زوجي صار يقول لي اطلعي اطلعي لسه في كرت واحد. قلت له والله لو تعطيني كنوز الكون كله ما عاد اطلع فيها، خليته هو يطلع فيها. بس عن جد هو بالنسبة له عادي، يعني ما عنده فوبيا مشي، أنا اللي بروح علي. والله أكلت رعبة حياتي، أول مرة بطلع بهيك لعبة. كرمال نورسين طلعت، ويعني ما تخيلت إنه تكون هيك مرعبة بصراحة. بس عن جد أكلت رعبة حياتي، قلت توبة ما عاد أطلع فيه والله. يعني تبت إنه ما عاد أطلع بهاي اللعبة. كنا بالسيارات ومكيفين شو كان بدي فيها، والله ما كنت بعرف. اي والله. وهون كمان جبتهم على هدول الألعاب النطيطة. هاي اللعبة ما بعرف شو بيحبوا فيها الولاد، أصروا إنه يطلعوا فيها. قال ماشي خلينا نطالعهم كمان، لكل واحد طالعنا لأحمد ونورسين وشيرين. بس أحمد حرام واحد يشتري له كرت على هاي اللعبة، كتير بخاف منها، كتير بيخاف هو. يعني هو مبين انه ما بده خوف. لو تشوفوا اولاد لسه اصغر منه بكتير كانوا عم بينطوا ويلفوا طلعوا على شيرين شو عم تعمل. شيرين اول مرة صارت معها بالصدفة، قلبت حالها وصار عندها عادة تعملها، يعني صار طلع الخوف من قلبها، يعني صار تعمل لحالها. والنورسين يا حرام كل ما بدها تقلب حالها ما شاء الله تقيلة، ما عم تحسن تقلب حالها. فشيرين خفيفة فورا بتقلب حالها. والنورسين وشيرين ما كتير بخاف عليهم من هدول الألعاب، يعني بيحبوا. وبس طلعوا على النورسين بدها تلف ما عم تحسن. بس أحمد والله هلكني، وأنا قل له يعني لا شو طلعت باللعبة، إذا أنت واقف باللعبة ضل واقف باللعبة وما عم بيحسن لا ينط ولا يعمل شي. فأحسن شي نورسين وشيرين تكيفوا فيها. فحبيت هيك والله نطلع ونغير جو، وولاد انبسطوا كتير. نحن انبسطنا كتير. يعني أوقات واحد لازم يطلع هيك مشاوير، يعني خاصة هون بألمانيا، يعني إذا ما طلعنا هيك مشاوير بنكتئب، عن جد بنكتئب بالبيت. والله رحت يعني في عالم كان كتير هون، بس فكرت أنا الأخيرة عم بعرف إنه منزلين ألعاب. بصراحة ما كنت بعرف منزلين ألعاب، بس لما رحت ورجعت على البيت حطيت مقطع صغير على حالة الواتس. صار كل شوي رفقاتي يبعتوا لي يقولوا ليش منزلين ألعاب، صرت أنا خبره، فكرت كل العالم بتعرف. يعني والله طلعت أنا اللي بعرف أول حدا. والله. بس في عالم كتيرة ولاجئين كتير، والله انبسطت كتير. يعني عالم مثلي عاجزة بالبيت، يعني مالة بالبيت، واحد شو بده يعمل يغير الجو شوي. والله اليوم حبيت هيك أعملكم هذا الروتين المسائي اللي بين الألعاب، لا في طبخ لا في تنظيف لا في شغل، بكفينا شغل كل يوم بالبيت، وكل الوقت حابسين حالنا بين الشغل وتنظيف والطبخ، لاحقين عليهم. خلينا هيك ننبسط شوي ونغير الجو، ويعني مو كل الوقت كمان نقضيها بالبيت. أنا بصراحة إمتى بينزلوا هاي الألعاب ما برفض لهم، أول واحدة أنا بيجي عليهم. مو بس مشان يعني كرمالي، والله كرمال أولادي. هو الصح أنا بحب الألعاب وبحب طلعات هيك، بس إنه مشان أولاد كرمال يعني يغيروا الجو، وهي عطلتهم. هون بعد ما خلصوا اللعبة الزلمة صار يعطيهم هيك مثل سلسال مو سلسال، هو من الورود عاملينه كتير حلو، لكل ولد كل ما يخلص اللعبة بيعطيه. فوالله واحد بيغير الجو، بيطلع من جو بالبيت من جو الشغل. حاجتنا كل يوم طبخ ووصفات عم ننزل لكم اياه، فلاحقين عليهم. يعني هاي بالمرة بينزلوها بالسنة، فقلت خلينا هيك نغير الجو ونطالع أولاد بعيد عن روتين الشغل وتنظيف وطبخ وهيك. والله هون بعد ما خلصنا من اللعب طلعنا، كان قريب عليه مطعم التركي، هون جينا عليه
وأخذنا طلبيتنا للأكل. قلت بعد هذا الوقت ما فيني أطبخ بصراحة، أخذت أكل معي جاهز على البيت. وهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. هيك كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا بالفيديو. وبعتذر كتير عن تأخير تنزيل فيديوهات، بصراحة أولاد بالبيت هالأسبوعين عطلة المدارس، فصعب علي إنه صور ومنتج وولاد بالبيت. إن شاء الله أيام جاية بصور وبنزل. وهلأ بقلكم تزوروني فيديوهات جديدة، وصفات جديدة، روتينات جديدة. كنت معكم أم نورسي.